عارفه انا فرحه البدايات دي، عماله تبعزقي فلوس بقى وتصرفي في السينما وتصرفي في الاكل. ايه لا انا قلت لك انا عازماكي النهارده عشان حلاوه الشغل. دي حلاوه البدايات دي، بس حضرتك لازم تعملي حساب بقى وجع النهايات، عشان احنا اخر الشهر لو ما حوشناش بنتوجع جامد يعني. لا ما تخافيش، انا مش هبله زيك. لا انت هبله، لا انت مش هبله طبعا. هحوش جامده انت برضه. بقول لك ايه، هو بصراحه الشغل في اداره الائتمان دي صعبه. بصي، هو في ناس بتعتبر اداره الائتمان دي من اهم الادارات في البنوك، فهتتبسطي. هو ده مش الاجابه اللي انا مستنياها، انا سالت هي صعبه ولا لا. هو مفيش شغل في البنك سهل، احنا مش بنعمل تريكو ده بنك. بصي هقول لك على حاجه، اداره الائتمان دي محتاجه حد يبقى عنده رؤيه، عنده قدره على اتخاذ القرار، قدره عاليه. قدره عندك ولا نبعت نجيب ولا ايه؟ لا انا عندي قدره برضه. وكس هنروح في داهيه كلنا شكلنا. بس هقول لك على حاجه، انا بصراحه يعني مرعوبه قوي يا ناديه، انا حاسه انها هبقى كفته. ليه يا حبيبتي؟ انا معاكي. الحمد لله على السلامه. اتاخرتي يعني؟ مش قلتي رايحه لشيرين وجايه على طول؟ ما هو باركي لشيرين قبلوها بقى في الشغل معانا النهارده، فقالت لي تعالي انزلي معايا كده نحتفل ونروح ناكل ونروح السينما. هو انت خايفه منها؟ على فكره دي اختك الصغيره، المفروض هي اللي تخاف منك. مش دايما. السينما. وما قلتوليش ليه بقى عشان اجي معاكم؟ ولا انا المفروض افضل محبوسه هنا ما بين الاربع حيطان؟ لا والله رحنا صدفه مش كده. والله المره الجايه هناخدك معانا ان شاء الله. ماشي، انا هروح اعمل اكل. مش رايحه اتفسح طبعا. منوره. ربنا يخليكي. بقول لك ايه، اختك دي طول عمرها حاجه وانت حاجه تانية خالص. ما تروحيني معاكي والنبي. بقول لك ايه، خلينا فيك انت بقى، عشان يا ريت في نصايح كده لازم تعملي بيها. ماشي. تيجي في ميعادك مظبوط طبعا، تبقي لابسه مفيش اللبس ده خالص. لا. فورمال كده. حاضر. لا انا في البنك هتلاقيني واحده تانية خالص. لا تعالي بشخصيتك عادي بس فورمال. اشتريت، جبت كتير، هاتي كله وتعالي. تمام حاضر. ايوه كده. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا ناديه بصراحه. يا حبيبتي ليه كل شويه مش عارفه اشكرك؟ يعني مش محتاجه والله. بصي عموما يعني لو انت عايزه تشكريني انا هبقول لك يعني تشكريني ازاي، بس مش دلوقتي، هبقول لك يعني بعدين هقول لك ازاي تشكريني يعني. بصي انا همشي بقى عشان حاسه ان اختك دي مش طايقاني. لا مش للدرجه دي. طب يلا حبيبتي انت مع السلامه. يلا يا مامتي، يلا حبيبتي، يلا في امان الله. يلا انا جايه اهو يا حبيبتي. انت فين اختي حبيبتي؟ فين؟ تعالي يا ماما. صباح الخير. صباح الخير. سلمي على مين؟ تعالي هنا وحد لسه عارفك. بصي مكتبك فين؟ جنب مكتبي زي ما قلت لك، وقبل ما يعدي اسبوع. لا وبمجهودي، لا بسحر ولا شعوذه. طب طالما انت حلوه كده بليز بقى لما تشوفي مستر حازم انت حازم يعني كده تعملي اي حركه سحريه، خليه يشوف لي نجلاء فتحي. انا بحب نجلاء فتحي قوي. نجلاء فتحي؟ انت اخرك احمد فتحي. روحي لو سمحتي، ده محلك العيش. هاي شيرين. هاي انا غدير حامد زميلتك في الاداره. مبروك. الله يبارك فيكي. انا ان شاء الله هتعلم الشغل بسرعه وهنبقى ان شاء الله احسن اداره في الفرع كله ان شاء الله. ناديه، ممكن من فضلك تشوفي لي الملفات اللي طلبتها منك؟ العملاء زمانهم داخلين. بصي بقى يا شيرين، انت اول شهرين 3 هتبقي مسؤوله عن ملفات العملاء المتعثرين عن السداد، تكلميهم وتشوفي متعثرين ليه ومن امتى بالظبط. ديرتي ورك يعني، انا اسفه والله بس هم بيسموه كده. لا ولا يهمك، ديرتي بكره يبقى كلين. عن اذنك. تعالي ولا ايه؟ يا ماما، لا بكلمك في تليفون البنك ده، انا عندي مستندات ممكن توديكي في 60 داهيه. اقفلي يا ماما، هنقعد نهزر كتير يعني مش معقول. لا احنا اقفلي يا ماما، اقفلي لما يجي باي باي. ومن ساعتها بقى وانا رايحه جايه اخد موافقه مستر حازم، مستر حسن يرفض، ارجع للهيد اوفيس يسيبوني بالنص ساعه على التليفون وانا معايا عملاء، ارجع تاني لمستر حازم الاقيه اتشغل وشايله كل الشغل لوحدي على كتفي. ما هو يا استاذه غدير احنا جايبين لك زميله عشان تساعدك وترحموني شويه. هي دي بتاعت شغل برضو؟ ده دي بتاعت بابي ومامي واللبس، والله ما هتكمل معانا لاخر الشهر.
ليه كده بس يا استاذه غدير؟ ليه بتقولي كده؟ اسمع مني يا مستر محمود. البنت دي تشتغل فاشونيستا احسن، مهتمه بقى باللبس والشعر والميك اب، وماسكه تليفون البنك 24 ساعه بترغي مع ماما وتيتا وخالته وعمته. ماما وتيتا وخالته وعمته؟ والله. لا طبعا. لا ثانيه واحده معلش، ثانيه واحده. بابا و الو استاذه شيرين، معاكي محمود السيد مدير الاتش ار. هستاذنك بعد اذنك تجي لي على المكتب حالا لو سمحتي. شكرا. بابا وتيتا وماما وخالته؟ لا طبعا. لا طبعا الكلام ده ما يحصلش في البنك طبعا. صباح الخير يا مستر محمود. اهلا صباح النور، اتفضلي. طيب انا استاذن بقى، انا عندي شغل. خير يا مستر محمود. استاذه شيرين، حضرتك عندك موبايل؟ ايوه عندي موبايل. ويا ترى شغال؟ ايوه شغال. طب والله ما شاء الله هايل. طب لما الموبايل شغال حضرتك بتتكلمي من تليفون الشغل مكالمات شخصيه ليه؟ ده مكان شغل، مكان يعني بنشتغل فيه، يعني فيه صرامه، يعني فيه التزام، يعني ما فيش الكلام ده خالص. احنا مش في نادي هنا. صرامه. ايوه حاضر خلاص صرامه ماشي. طيب هو حضرتك جيتي النهارده الساعه كام؟ 8:05 بالظبط. 8:05 بالظبط. لا وما شاء الله في فخر. يعني حضرتك متاخره 5 دقايق وفخوره يا استاذه شيرين. 8:05 يعني متاخره 5 دقايق بحالهم. انت المفروض تبقي 8 بالظبط. في التزام بالمواعيد. 8 بالظبط تبقي في البنك، تخشي البنك تظبطي نفسك، تاخدي الدرينك بتاعك، لو خدتيه العميل يخش يلاقيكي مزنهره. يكون في التزام. هو انت بتصحي الساعه كام؟ بصحي الساعه 7. ما عشان كده يعني بتتاخري 5 دقايق. اصحي 7:05. اصحي 7:05 تكوني عندي في البنك 8 بالظبط. حاضر. الالتزام بالمواعيد. وخلي بالك انت عندك 3 مرات تاخير بس. طب لو اتاخرت 4؟ 4؟ لا 4 دي يعني في خصومات، مفيش ترقيات، مفيش علاوات، ده هيبقى في حاجات كتير جدا. لا خلاص بص انا مش هتاخر تاني والله العظيم. انا طيب تمام. طيب عامة يا استاذة شيرين انا بس عايز اكد عليكي يعني معلومة بتضايقني شوية. يعني في البنك بقى في الشغل، احنا في بنك أيوة. فهتقعدي بقى جنب الاستاذة نادية اصحاب بقى مع بعضيكوا والرغي بقى والدودو وتقعد تقول لك بقى اصل ماما قالت وبابا اتنرفز والاكس قال لي والاكس سوا. لا انت مالهاش في الكلام ده خالص. يعني نادية مفيش اكس؟ لا مفيش اكس. طب تمام زي الفل. عامة يا استاذة شيرين انا بس كنت عايز اقول لك يعني اللائحة، حد بلغك باللائحة؟ لا محدش جاب لي سيره الموضوع ده. عامة دي اللائحة، دي الارشادات. ايوه انا حافظاها صم. لائحة الارشادات، برافو عليكي. دي أيوة. هتاخديها معاكي البيت، فيها بقى كل الاذونات، فيها كل الاجازات، تذاكريها كويس علشان خاطر اهم حاجة الالتزام. يا ريت تركزي فيها كويس. حاضر مركزة. طيب يا عامة يا استاذة شيرين ممكن تتفضلي، وانا باكد عليكي اهم حاجة الصرامة. ايوه الصرامة، انا اصلا صارمة. ماشي امشي؟ اتفضلي. شكرا. العفو. انا حافظة مش عايزة. ماشي شكرا. شيري يا شيري، يلا قومي يا بنتي. شيري الساعة داخلة على 8، يلا قومي. بس بقى يا ماما بقى. بقول لك الساعة داخلة على 8، يلا قومي يا شيري. في ايه؟ 8؟ يلا. يا لهوي، ايه ده الموبايل فصل. يا بابا زي ما تصحنيش لحد دلوقتي. ما تصحي نفسك يا بنتي، في ايه؟ طب بقول لك ايه، روحي اعملي كوبايه شاي لحد ما اخش الحمام. شاي؟ طيب بقول لك ايه، سامحيني بقى، دي حاله طوارئ. طوارئ؟ اتفضلي يا ست هانم عشان طوارئ بس. يلا عن اذنك يا طنط. وده وقتي علق بقى. كارت مين اللي على الارض ده يا كيمو؟ افتح لي دفتر التاخير بقى. ولا يهمك يا استاذ حازم. ما طقش التاخير، ما طقوش. اول مره اتاخر في 3 سنين. انت متخيله؟ انا اسفه قوي والله. اسفه على ايه؟ هو انت اللي اتاخرتي؟ تعالي. بقول لك ايه، صاحبتك ما بتضيعش وقت خالص. ما بتضيعش وقت ايه، ده حتى جاي متاخر. انا مش قصدي كده، انا قصدي على مستر حازم. غدير غيري طريقتك دي، ها؟ وبعدين دي زميلتك زي ما هي صاحبتي، حاولي تبقي طريقتك احسن من كده، اوكي؟ براحتك، انا مالي، الحق عليا. لا الموضوع مش هياخد. ماشي. تخلصوا على طول. صباح الخير مستر حازم. اهلا صباح النور، ازيك؟ الحمد لله. الكارت بتاعك. بعد اذنكم. ايه يا بنتي اتاخرتي كل ده؟ عندي كده اسكتي، بتاعتي اتحشر بره، ما عرفتش اعمل ايه. على طول انت كده ملخومه. اعمل ايه طيب؟ بصي بقى،
ايه؟ جبت لك شويه طعميه سخنه نجنن. طعميه في البنك يا ناديه؟ لا ما ينفعش. خلاص بلاش هاخدها انا. لا خلاص انا جعانه هاتي. يلا هيك شيء مر. بيتمر والله ما تقلقيش، هخدمك في الكبيره. حازم لا طبعا انت عبيطه، ما ينفعش استخدم سحر لا في الحب ولا في الكره. وبعدين يعني ما اللي يحبك يحبك واللي ما يحبكش ان شاء الله عنده محبه. طب وانتوا داخلين كده كان في شويه ضحك ولطافه، هو كان بيقول لك ايه؟ كان يقول لي طلعي فايلات العملاء من 2010 ل 2015 عشان مش بنتعامل معاهم وحطهم على جنب عشان التفتيش جاي يوم الاحد. ارتحتي؟ ارتحت. طب بقول لك ايه، هو ما ينفعش تستخدمي الهوكس بوكس او السحر بتاعك ده، يعني مش لازم تخليه يحبني بس حتى يشوفني جميله كده وحلوه في عينه. بصي انا ممكن اسحر لك تبقي هيفاء وهبي، بس مش هنلحق بقى من رجاله البنك كلهم، مش حاسب بس مش حاسب. بس ما تضحكوني معاكم. لا ما احنا هنضحك كتير بقى انتوا. هنضحك كتير. اصل مستر حازم قال لي ان احنا نسهر مع بعض هنطلع فايلات العملاء من الارشيف. مستر حازم، شكرا. ايوه الورقه اللي حضرتك طلبته مني ده اخلصه بكره ولا ينفع بعد بكره عادي ولا ايه؟ لا هو انا مش مستعجل عليه، مفيش مشكله خالص. متشكر جدا يا ناديه طبعا. ازاي؟ انا هضطر بقى اروح لوحدي، اصل انا كنت عامله حسابي ان انا اروح انا وشيري، وحضرتك قلت لشيري انها تقعد تكمل شغل، فمش عارفه بقى اروح لوحدي ازاي يعني عارف انت. استنيها ان شاء الله مش هتاخر. انا بقول يعني لو طريقك. انتوا رايحين مكان معين تحبوا اوصلكم؟ لا احنا مش رايحين مكان معين ولا حاجه، انا معايا عربيتي. متشكر جدا يا غدير، احنا بنتكلم عادي. طيب عن اذنكم. انت رايحه فين؟ همشي، انا خلصت شغل وشيرين جوه بتكمل الحاجات. معلش يعني غدير، بس هو اللي بيحصل ده ينفع؟ هي اللي جوه دي بتفهم حاجه؟ دي لسه جديده. لنفرض انها حبت تسال حد، هتسال مين؟ الامن؟ انت المفروض مديرتها. ما هو يا مستر حازم اصل الشغل اللي جوه مش مهم قوي يعني، فهي ممكن تخلصه. غدير مفيش شغل مش مهم. هترجعي انت ولا ارجع لها انا؟ هرجع انا يا ريس، عن اذنك. اتفضلي. ايه يا ماما؟ لا يا ماما انا عندي شغل كتير قوي مش هاجي دلوقتي. لا اتغدي وتعشى، انا مش هروح قبل 10. ماشي يا ماما، والنبي يا ماما اقفلي دلوقتي، والنبي اقفلي. باي. بسم الله الرحمن ان شاء الله كل حاجه سهله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهوي! يا نهار اسود! دي طلعت لا سهله ولا نيله، ده فيها ولا للصبح. وايه لازمته التحقيق بس يا مستر محمود؟ والله العظيم كنت تعبانه قوي. لازمه التحقيق عشان في تغيب 5 ايام كاملين بدون انذار سابق، بدون اجازه، بدون اي توضيح مسبق، وفي تقصير كمان 5 ايام في العمل في حضور لجنه بتمر كل 6 شهور. ولازم تعرفي على فكره ان ده مش قراري، ده قرار مدير الفرع. يعني الموضوع مش هيطلع للجنه الشؤون القانونيه في الاداره العليا. عامه احنا عايزين نعرف الواقع بالظبط عشان نعرف ناخد الاجراء اللازم. سين، ما سبب انقطاعك عن العمل؟ كنت تعبانه. تعبانه ده اللي هو تعبانه ولا تعبانه؟ تعبانه قوي. تعبانه قوي. طب يعني هو نوع التعب القوي عندك اللي هو ايه يعني؟ انهيار عصبي. انهيار عصبي. اوكي. طب يعني كشفتي يعني عند دكتور تبع البنك بتاعنا؟ لا. طب يعني كشفتي عند مستشفى تبعنا وهي اللي شخصتك؟ لا. ما شاء الله. طب يعني انت شخصتي نفسك كدكتوره يعني ولا؟ طيب تمام. بصي يا استاذه غدير مش هينفع يعني. عامه كان لازم حضرتك تكشفي عند مستشفى او دكتور تبعنا وهو اللي يطلع لك الاجازه المرضي. انا مستغرب يعني، تبقى لك ما شاء الله معانا 3 سنين، يعني انت اول مره تمرضي معانا يعني ولا؟ ما انا عارفه والله يا مستر محمود، بس غصب عني ما كنتش قادره اقف على رجلي ولا حتى اتصل بالتليفون اخد مرضي. طيب بصي يا استاذه غدير، هو يعني فكره ان انت شخصتي نفسك ما شاء الله الله اكبر وحالتك يعني اعصابك متوتره جدا وما بترديش على التليفون، فهمناها. اوكي، بس فكره انك ما بتفتحيش الباب وما فيش حد عندك في البيت بيفتح الباب، يعني صحراء؟ مش فاهمه. زميلتك شيرين كانت لايصه مع التفتيش، وطبعا في تاخير شغل وفي ملفات وفي عملاء وفي حاجات كتير ما حدش يعرفها غيرك مدير البنك، وكاني شخصيا ان انا اروح لحد البيت عندك واطمن. اصل انا وماما كنا بايتين عند خالته عشان بنخاف نبات لوحدنا. ليه ان شاء الله في طار؟ بص بقى يا مستر محمود، انا ما كنتش عايزه اتكلم، بس اللي اسمها شيرين صالح دي بتعمل سحر واعمال. سحر واعمال؟ ايوه. يعني بتجلب الحبيب وتبعد القريب ولا؟ بصي هتقدر تعمل اي حاجه، انا شفتها بعيني وهي بتلف الارشيف كده بصباعها يمين وشمال. بصباعها يمين وشمال؟ طب وانهي صباع؟
بص انا عارفه انت مش هتصدقني، بس والله العظيم والله العظيم ده اللي حصل وشفتها بعيني. انا بس اترعبت وخفت وجريت في مكان هي ما تعرفوش عشان استخبى لحسن تشوفني في البلوره السحريه دي وتاذيني. في البلوره؟ ايوه. لا ده موضوع ما يتسكتش عليه. طب والبلوره ما كانش واضح فيها عنوان خالتك؟ يا مستر بقى. يا مستر بقى. استاذه غدير انا عايزك تركزي الفتره اللي جايه وتركزي في شغلك كويس، اوكي؟ وخلي بالك لحسن شيرين صاحبتك تحطك جوه البلوره. مش ممكن شيرين. اتفضلي يا استاذه غدير اتفضلي. الو، انا شيرين صالح من اداره الائتمان يا فندم. ازاي حضرتك؟ هو كان في كمبيالات متعلقه بقالها 9 شهور كنا عايزين نسددها. طب ثانيه واحده كده اشوف. في دولار في الحساب. خلاص هستنى حضرتك بكره. خلاص شكرا يا فندم. شكرا. الو، ايوه مستر حازم. خلاص 10 دقايق وهكون عندك. ميرسي يا مستر. شكرا. اولا التفتيش بعد التقرير بتاعه والحمد لله ما فيهوش اي ملحوظات سلبيه، بالعكس دول بيشكروا فينا كمان، وده اكيد بفضل مجهودك يا شيرين. انت تعبتي قوي في شغلك معاهم. الحمد لله يا رب، والله انا بعمل كل اللي اقدر عليه. برافو يا شيرين، كيب ات اب. بخصوص بقى نجاحك ده المبهر الملفت، يعني في شويه كلام كده من زمايلك، انت عارفه ان نفسنا حاجات خفيفه كده، يعني بيقولوا شويه حاجات كده. ها؟ بيقولوا ايه؟ حاجات كده بصراحه، اصل يعني مش عارف اقول لك يا شيرين بصراحه. لا قول لي. بيقولوا انك بتعملي سحر، يعني مخاويه، تقدري تقولي انك مخاويه. انا فعلا بنسى اجيب العصايه السحريه معايا وانا جايه الشغل. طب هايل، لو نسيتي تجيبيها بعد كده هخصم لك. ماشي، انا هستأذن انا بقى، وميرسي قوي على تشجيعك ليا يا مستر حازم. شكرا. اتفضلي. ايه يا بنتي وقفتي ليه؟ ناديه، هو انت فتنتي عليا؟ نعم. فتنت عليكي ازاي يعني؟ اصل مستر حازم النهارده بيقول لي ان انا مخاويه وبعمل سحر، وفي حد من الزملاء على علم بده. والله العظيم ما انا يتقطع لساني ولا اموت حتى لو كنت قلت حاجه زي كده. يا بنتي انت مجنونه، بتشكي فيا انا؟ لا والله زعلت. خلاص والنبي ما تزعليش، انا اسفه والله العظيم، انا واثقه فيكي. وبعدين انا قلت الحب اعمى بقى واتدلدقتي في الكلام. يعني الحب اعمى بس مش للدرجه دي، مش لدرجه ان انا بوظ لك الدنيا. خلاص ما تقفشيش، خلاص انا اسفه. ترى بس مين اللي شافني؟ هو انت عملتي اي سحر في البنك؟ لا قصدي مره كده وانا في الارشيف اضطريت ارتب كل حاجه بحركه على السريع كده. حركه على السريع كده؟ انت هبله صح؟ في كاميرات في البنك اكيد صورتك. لا ما انا عطلتها. لا ده شغل عصابات فاخر ده بقى. طب ممكن يكون اي حد من الامن شافك. لا انا عرفت. انت عارفه مين اللي شافتك؟ مين؟ غدير، وهي اصلا ما بتطقكيش وراحت قالت لمستر حازم. لا هي يومها مشيت وسابتني اصلا، وقلت لها انا عايزه افهم شويه حاجات، قالت لي لا انا ماشيه خلاص انا خلصت. اللي انت مش فاهماه ان هي جت، انا كنت واقفه مع مستر حازم وقلت له انها ماشيه، قال لها لا ارجعي واقعدي معاها. هي بقى رجعت وشافت الهوكس بوكس بتاعك، وطبعا حكت له. يا نهار اسود، اتاريها عماله تبص لي من فوق لتحت كده وعماله تتودود مع اللي جنبها. هي اللي شافتني هي اللي شافتني. طب اعمل ايه والنبي ساعديني. طب هفكر لك. طب تعالي واحنا ماشيين. هتساعديني؟ الحساب كام يا مدام فيه؟ كله 83. هات 80 لو معكش فك. اتفضلي. تسلمي. شكرا. نورتنا. بابا اهلا. ما تيجي نروح كده اعمل لك غدوه محترمه من ايدي هبهرك. بالهبره كدبره ولا غدوه بجد؟ والله لا العظيم لا بجد ما تخافيش ده ايه هبهرك. الحنيه دي كلها؟ شكلك مبسوطه. انا مبسوطه قوي. طب بقول لك ايه؟ فرصه بقى اقول لك ان الحاج سيد عدى عليا واتكلم معايا تاني على ابن اخت الدكتور اللي زي القمر اللي قلت لك عليه قبل كده. يعني انا بقول لك مبسوطه تقومي تقفليني؟ وبعدين جواز ايه وبتاع ايه؟ انا اول مره احس كده ان انا ليا قيمه، والنهارده بالذات لان المديرين كانوا مبسوطين مني قوي يا ماما. النهارده عملت شغل صعب جدا. ان شاء الله دايما يا حبيبه ماما. طب بقول لك ايه، في مديرينك دول اكيد في ناس شباب زي الورد كده ومهتمين بشغلك برضه، مش كده؟ جدا، كلهم بصراحه بيقدروا شغلي. واكيد فيهم شباب 30 32 سنه، ولاد ناس ممكن يعني يقدروا شغلك اكتر. لا يا ماما كلهم قدك. انا عارفه عايزه توصلي لايه. بقول لك عاجبهم شغلي بس فقط. شغلي. ربنا يحب فيكي خلقه يا حبيبتي. يا رب يا ماما. والنبي ماما ادعي لي والنبي، عشان في واحده معايا في الشغل مش طايقاني. ليه؟ عملت لها حاجه؟ والله العظيم ما عملتلهاش اي حاجه. دي تحس ان هي كده شر ماشي على الارض. دي حتى مش طايقاني من قبل ما اعمل سحر.
يا نهارك اسود، سحر. هو انا قلت لك تعملي سحر ولا قلنا مفيش سحر؟ انا قلت بس انا ما قلتش حاجه. قلتي انا قلت سحر. انا قلت سحلب. كنت بعمل سحلب لناديه، وبعدين كنت بعمل لها مشروبات فيها اتغاصت. خلاص بقى يا ماما والنبي بقى. سحلب. ما يلا بقى عشان انا عندي تمرين بالليل في الجيم. مع سوسو طبعا، صح؟ امال مع مين؟ يا فرحتي بيكم انتوا الاثنين، ربنا يخليكم لبعض. اتفضلي استني من هنا. خلاص يلا اتفضلي من هنا. هاخد دول معايا بس. خلاص يا ماما والنبي بقى. يا محمد تعالى. بس فهي دي كل الحكايه، انا بقى مش عارفه اعمل ايه. ما قلت لك يا شيري سيبي الشغلانه بتاعت البنك دي وقرفت وتعالي اشتغلي معايا هنا وساعديني. لا قرفها ايه، انا حبيت الشغل في البنك، انا بس مش عارفه اعمل ايه مع البنت اللي شافتني دي. خليها تلف حوالين نفسها، جننيها. اجننها ازاي؟ استعملي الموهبه اللي عندك. انت قصدك اجننها بالسحر تفتكري؟ طبعا افتكر، وابو كده كمان. هي مش منافسينه ومركزه معاكي وبتقول عليكي مخويه وبتسحري. خلاص نوريها السحر على اصوله بقى، نحرمها حتى تفكر فيكي بينها وبين نفسها. بس بقولك يا شاري، اوعي تخلي حد يكرهها او انها تحب حد يمرمطها، لا حب ولا كره، شويه مقالب على خفيف كده. هي فكره حلوه جدا، بس انا حاسه ان انا هبقى شريره قوي بصراحه. هو انت مش بتقولي انك بتدافعي عن نفسك؟ هو انت هتقتليها؟ يعني انت شايفه ان انا اجننها ولا بلاش؟ تستاهل ولا ما تستاهلش؟ لا تستاهل. يبقى جننيها. يبقى تتجنن. والجب استك وبيتمط وشربت والعلى كوتش كبير وتيشيرت مكوي زي الحرير. فلوس كتير بتطير، فلوس كتير بتطير. ولا 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 يا مستر محمود، انا مش عارفه مستر حازم مستقصدني كده ليه؟ وانا كنت عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ قولي ما عملتيش ايه يا اختي. يعني ما شاء الله عليكي، تاخير وعدم التزام عديناها، الجنان اشتغل قلنا ماشي، تهتي في البلوره عديتها، انما يا استاذه ترقصي في الفرح بترقصي؟ والله يعني لو عند حضرتك طموح في الرقص ممكن تقدمي استقالتك وربنا يوفقك، بس بعيد عننا. مستر محمود ما ينفعش كده، انا من احسن الموظفين هنا في البنك، والله العظيم من ساعه اللي حصل ده وانا عايشه في عذاب، واللي اسمها شيرين دي لو سمحتي ما تغلطيش في الزملاء، وكفايه بقى تهيؤات. طب ممكن تفهمني بعد اذنك؟ انا يعني ممكن ارقص مع اصحابي، ارقص في فرح، لكن مش هرقص في البنك. والله العظيم انا مش عارفه، كانت حاجه كده سحريه بتحركني، واللي اسمها شيرين دي اصلا مخاويه عندها قدرات مش طبيعيه. طب يا ستي انا هفترض ان كلامك صح، همشي معاكي. طب يعني هي ناديه عندها علم بالقدرات السحريه دي؟ اكيد، دي صاحبتها الانتيم وسرها كله معاها. حلو قوي. انا يا ستي هسالها، ولو فعلا شيرين طلع عندها قدرات سحريه زي ما بتقولي، والله بنفسي اللي اقدم لها في السيرك القومي. تمام؟ حلوه الفكره دي. حلو. استني انت رايحه فين؟ استاذن ايه؟ اتفضلي مديني هنا. ايه ده حضرتك حرمانك من حوافز نص الشهر ده. على فكره ده قرار المدير مش قراري، انا لو عليا والله لرفتك، بس يلا الحمد لله بنعمل الخير ونرميه في الارض. برضه ما انا فهمت. معلش هتعدي ان شاء الله باذن الله. امضي يا حبيبتي يلا. شيرين حرام عليك بقى يا مستر محمود، هو الناس عفرته. معلش اصل عجبتني بصراحه. لا بس انت مامتك شكلها دعت لك دعوه كده على مين يعديكي، وخصوصا غدير البت لسعت خالص. شفتي بقت بتضحك قوي. يا سلام، وانا مش فاهمه كل ده شغل الهوكس بوكس بتاعك. الله يخربك، ده هتضحيني. بعدين قلت تلاقي عني شويه بصراحه. هي اتلهت بعقل، البت بقت لاسعه خالص. انت مش فاهمه مستر حسن مسميها ايه؟ مسميها غدير كهرباء. لا في موظفين مسمينا غدير اللاسعه. بس بقول لك ايه، بنت حلال وتستاهل كل خير. لا بصراحه هي قرشانه اصلا. بس اقول لك على حاجه، انا بفكر ان انا يعني اهدي اللعب شويه، يعني كفايه عليها كده.
طب بقول لك ايه، طالما انت يعني قررتي تكسري قاعده كده وتلعبي في البنك، ما تشوفيني بحاجه كده مع حازم. هنعيده تاني يا ناديه؟ انا عارفه ان هو ما ينفعش في الحب ولا في الكره، بس انت ممكن تخلي رقبته تتلوح كده لما يشوفني، او ممكن تخلي ريحتي حلوه كده، فاول ما اعدي اهفهف كده فيحس بريحه حلوه فيبص لي. طب ما تحطي برفيوم حلوه وخلاص، ايه الاوفر ده؟ خلاص يا ستي، انا مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. قولي لي انت ممكن نعمل ايه؟ اي حاجه كده خليه بس يحس بوجودي. ما انت موجوده يا ناديه، هو انت انفيزبل وومن؟ يا ساتر عليكي لما تحبي تقفلي كل حاجه. مش ممكن انت مش هتساعديني يعني؟ لا هساعدك ساعديني في حاجه حلوه. هشوف هعمل ايه وهعمله يا ناديه. والنبي يعني ده انت بقيتي لا تطاقي انت كمان. بنت بقى اسمها غدير كهرباء. ايوه احسن تستاهل عشان تحرم. بس بقى مشكلة صاحبتك دي نعمل ايه عشان نخلي الواد يحبها؟ واد ايه يا تيتا؟ ما اسموش واد، ده مدير ومدير كبير كمان. ايه يا اختي مدير عليكي وعلى جيلك، بالنسبة لي انا واد. طب هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ ايوه، اكتبي له جواب قولي له انك معجبة بيه. لا بس انا مش معجبه بيه يا تيتا. يا حبيبتي هتكتبي الجواب باسمها. جرى ايه يا شيري؟ انت اللي جرى ايه؟ جواب ايه ده؟ قديم جدا، فكري في حاجه جديده شويه. عندك حق، دي فكرة سبعيناتي قوي قوي. طب خلاص ابعتي له ايميل. ودي تسعيناتي. ايه يا تيتا في ايه؟ ايميل ايه؟ ايميل ايه دول وشهم في وش بعض على طول. بس جات لي فكرة. قولي. انت تستعملي الموهبة بتاعتك وتخليه يعرف يقرأ أفكارها، وهي ضروري بتفكر فيه طول الوقت ومتيمة، فهيعرف إنها بتحبه وهيحبها. دي فكرة حلوة جدا، بس اتعملت في فيلم قبل كده وفشلت. خلاص نجربها احنا يمكن تنفع. ماشي. مساء الورد على أجمل زهرة في البستان. أهلا يا مراد، أنت جيت إمتى؟ من شوية، بس ما كانش ينفع أروح أبتدي الجيم بتاعي قبل ما أجي أسلم عليكي وأشوفك. ميرسي قوي يا مراد. اتفضلي. ايه ده؟ ايه يا زهرة البستان وميرسي يا مراد. ايه ميرسي يا مراد دي؟ وانت من امتى كنت وصية عليا؟ ما انت طول عمرك بتقولي ان الصنف ده مضروب، ايه دلوقتي منشكحة قوي؟ لا سي مراد ده مختلف، هي زي الجنتلمان. والله ما تفكيه بقى. لا لحد ما نخلص كلامنا الاول. بصي انا خايفه حازم يسمع اللي في مخ ناديه فيصدمها ويصدها، وبصراحه ناديه غلبانه قوي يعني ما تستاهلش كده، ممكن تروح فيها. خلاص يبقى اسمعيها انت وفلتريها وفهميها الحاجات اللي بيحبها، ويبقى الف مبروك للعروسين، واصحاب العروسه يتفضلوا عند الدي جي. فكي الراجل بقى واتكلي على الله. لا فكي انت يا زهره البستان. فكي مراد. باي باي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنقول ايه يا مراد؟ الحقني يا مستر محمود، يا دي النيلة عليا. انا عندي مصيبه. خير يا استاذه غدير، في ايه حصل؟ امبارح وانا مروحه سايقه عربيتي في موتوسيكل جه نتش الشنطه بتاعتي. يا نهار اسود. طب ولحقتي تاخدي رقم الموتوسيكل؟ للاسف لا، ما انا بقى جالي انهيار عصبي تاني. اه حول الله يا رب. طب يعني يا استاذه غدير، يعني الشنطه دي كان فيها فلوس كتير؟ مش مهم الفلوس، المهم ان انا كويسه. المصيبه الاكبر بقى ان الشنطه دي كان فيها مفاتيح الشانون، ولا معيش غير نسخه واحده بس، ومستر حازم عايز النسخه الثانيه حالا عشان نفتح الشانون ونجيب له فايل مهم للعميل. وانا اعمل ايه يعني؟ ما انا من امتى باخد مفاتيح يعني من مفاتيحكم؟ ما المفاتيح دي بتستخدميها انت والاستاذ شيرين. ما هي الست شيرين لسه ما جاتش. ما هو الست شيرين كلمتني واعتذرت عشان عيانه، وطبعا كلمت الدكتور، ما اصل عارفه اصول الشغلانه. مش وقت تقطيم بقى يا مستر محمود دلوقتي، هتساعدني ولا لا؟ الو يا حزوم يا حبيبي. طبعا انا بعت الايميل وعملت زي ما قلت لي بالظبط، اول ما يردوا عليا هقول لك على طول. طيب حازم بعد اذنك، بس كنت عايز اتكلم معاك في موضوع. اكيد طبعا عن الشغل طبعا. طب هاجي لك المكتب انا والاستاذه غدير. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. يا شيري يا شيري قوم. لا سيبيني والنبي، وانا واخده اجازه عشان خاطري. قومي ضروري يا شيري، يلا بقول لك قومي. يا شيري كلموكي من البنك ومستر حازم عمال بيدور عليكي وعايزينك تروحي حالا. ايه
من البنك ليه؟ عايزين ايه؟ بيدوروا على مفتاح الشنن ومش عارفين يفتحوه، محتاجينك ضروري. يلا قومي. ربنا يبشرك يا فيفي، ربنا يبقى حتى يوم الاجازه مش عارفه انام براحتي. بقول لك يلا كده كتير قوي. اوعى يا ماما، يلا. حتى اوعى يا ماما، يا ماما بقى. الواحد حتى مش عارف يعني يستخدم السحر براحته. شيرين احنا قلنا ايه؟ انا بهزر والله ما قلت حاجه. والله العظيم انا كنت سايباه هنا، انا مش عارفه راح فين، اختفى باين. اكيد اختفى بطريقه سحريه. والله العظيم انا كنت سايباه. مش وقته، في تسيب واضح وهنعرف مين السبب فيه. المهم دلوقتي ان انا عايز المديونيه بتاعت شركه البرعي. الراجل قاعد عندي جوه في المكتب مش عارف اتكلم معاه في اي شغل. اكسري الزفت ده. انا لقيت المفتاح معايا. انا اسفه، اصل انا اخدت المفتاح وهي مش موجوده، كنت بجيب صور شيكات متاخره من الدرج ونسيت ارجعه تاني. يلا خدي افتحي. يلا بقى افتحي. ايوه اهو. انا اسفه جدا جدا جدا. مفيش مشكله، انت تقدري تمشي دلوقتي، بس لما ترجعي بالسلامه انا محتاج اقعد معاكي انت وغدير. اما بقى بالنسبه لحضرتك فانت مش من حقك انك تفتحي الدرج بتاعها وتاخدي منه اي حاجه وهي مش موجوده. عهدتك انت دي ولا عهدتها هي؟ ما تكررش تاني. انا اسفه. ما تزعلي.